وإننا بهذه المناسبة نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم أمس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا. هذه المحكمة التي ستعمل على الرقابة على كل التشريعات، على القوانين والأنظمة واللوائح والمراسيم والقرارات وكافة الأعمال القانونية. وتم تشكيل هذه المحكمة من 9 من أعلام القانون، من خيرة القضاة وخيرة أساتذة القانون في الجامعات وخيرة المحامين. وتعتبر هذه المحكمة حصناً منيعاً للحقوق وسياجاً قانونياً أميناً لحماية القانون وحماية الحريات وحماية حق التقاضي، بحيث يتمكن كل فلسطيني من اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بأي تشريع يعتقد بأنه لا ينسجم مع قواعد الدستور. وستعمل المحكمة على النظر بكل هذه الطعون التي تقدم من المواطنين، وستقرر المحكمة الحكم بعدم دستورية أي تشريع مخالف للدستور، سواء كان قانوناً أو مرسوماً أو نظاماً أو لائحة أو أي عمل قانوني. كل ذلك يأتي في إطار حماية حقوق وحريات المواطنين وصون الكرامة الفلسطينية وكرامة المواطن، واحترام حق الفلسطيني بالمحاكمة العادلة أمام القضاء وحق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. هذه المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها يوم أمس ستقوم بأداء اليمين القانونية أمام سيادة الرئيس يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، وستكون نقلة نوعية هامة بالنسبة للإنسان الفلسطيني وبالنسبة لحماية الدستور الفلسطيني، القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة أنها تتعامل مع دولة القانون والمؤسسات في ظل اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بالأمم المتحدة. إن شعبنا الفلسطيني الذي غرس شجرة الحرية بكل إصرار وإباء، والذي خط رواية التحرير والاستقلال بدمه ومعاناته، يستحق أن ينعم بالحرية ويستحق أن تصان حقوقه، ويستحق منا أن نبذل المزيد من العطاء والمزيد من الجهد حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله، وحتى تحقيق أماني المواطن الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال. وإن شجرة الحرية ستكون شاهداً على القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات التي تسجلها الدولة الفلسطينية ويسجلها الشعب الفلسطيني في كل يوم من أجل غد أفضل ومن أجل مستقبل أفضل. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.